والسؤال السابع كان: يا دكتور، هو ضرس العقل بيأثر على شكل الفك أو ترتيب الأسنان؟ والإجابة هنا يا صديقي إن أيوة، ده ممكن يحصل لو ضرس العقل بدأ يضغط على الضروس اللي قبليه ويزقها لقدام. أكتر حاجة هتتأثر ويحصل فيها مشكلة هي الأسنان الأمامية. هتبص تلاقي الأسنان الأمامية عندك بدأ يحصل فيها كراودنج وتيجي فوق بعضها شوية. لكن خلي بالك، مش أول ما تلاقي عندك ازدحام في الأسنان الأمامية يبقى ضرس العقل هو السبب الأساسي والوحيد ليها. في أسباب تانية ممكن نتكلم عليها في فيديوهات جاية. وعشان نتأكد هل ضرس العقل هو السبب ولا لا، بنحتاج أشعة بانوراما بتبين شكل ضرس العقل ده طالع ازاي، اتجاهه فين، بيضغط فين، وبالتالي نعرف هل هو فعلا سبب الازدحام بتاع الأسنان الأمامية ولا حاجة تانية. وبكده نكون جاوبنا على معظم الأسئلة اللي جات لنا وتخص ضرس العقل، وإن شاء الله نشوفكم في فيديو جديد من سلسلة الرد على المتابعين. وما تنسوش لو عندكم أي أسئلة جديدة سيبوها في الكومنتس يا عالم، يمكن سؤالك هو اللي يكون موضوع الفيديو اللي جاي. ولو وصلت معايا يا صديقي لحد هنا فياريت واتمنى ما تنساش تصلي على حبيبنا النبي، فاللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان معكم دكتور عبد السلام محمد، وسلام.